أحبتي أصدقائي الغاليين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله سبحانه وتعالى قال الكثير عن صوره في الأرض من رسل وأنبياء وقديسين طاهرين وذراريهم ومن الشخصيات التي لامستهم، جميعهم مكللين بنور الله ونورانيته. إن لكل نبي معطيات وعصر وبراهين ومعجزات، لكل نبي عيد جميعنا نحتفل بأعيادهم ونجلهم ونقتدي بهم. في كل مرة سأذكر شخصية من هذه الشخصيات النورانية. بمناسبة عيد الغدير أحببت اليوم أن أتكلم عن شخصية الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. قيل عنه الكثير، استوقفني التالي. سألت إحدى الطالبات الفرنسيات الأستاذ روجيه غارودي، وهو المدرس في جامعة السوربون الفرنسية وهو فيلسوف أيضا، فقالت له: أستاذ روجيه، أنا حريصة جدا على قراءة جميع مقالاتك والاطلاع على حواراتك وندواتك وكتب. بين الحين والآخر دوما تذكر شخصية مسلمة تدعى علي. من هو علي يا أستاذ؟ فضحك وقال لها: يا ابنتي الجميلة، علي بن أبي طالب هو ابن عم رسول الإسلام وزوج ابنته وقائده العسكري، وهو الرجل الثاني في الإسلام بعد النبي محمد عليه الصلاة والسلام. هو شخصية فذة لا مثيل له. سأسألك. قالت له: تفضل. إذا جاءت سيارة مسرعة وارتطمت برجل أو شخص يعبر الشارع أيضا بسرعة، ماذا سيحدث له؟ قالت الطالبة: سيموت أو يفقد الوعي. فقال لها أيضا: يا ابنتي، إذا سقط شخص من الطابق الرابع وارتطم مباشرة على الأرض، ماذا سيحدث له؟ قالت: مات لا محال أو فقد الوعي، تكسرت الجمجمة. قال لها: يا ابنتي الجميلة، هذا الذي يدعى علي كان ساجد للصلاة، جاءت يد الغدر بسيف غادر من الخلف، قسم الرأس إلى قسمين، دخل السيف إلى تجويف الجمجمة وقطع المخ كليا. ماذا حدث له برأيك؟ قالت له: مات حالا، فقد الوعي للحظات وقطعت الشرايين والخلايا. فقال لها: كلا يا ابنتي الجميلة، لم يحصل له ما كان سيحصل للبشر العاديين. بقي على فراش الموت ليوم واحد وهو يملي الوصايا على أبنائه، والتي اعتبرت من أجمل ما قدم التاريخ الإنساني والتراث الإنساني في حياة البشرية جمعاء، لجمالها وعطفها. هذا السيف اقتص الجمجمة كليا والمخ كليا، ولم يقتص الوعي والمحبة والموعظة والتواد. هنا حيث تقبع الحكمة ونورانية الله. سأخبرك القليل من هذه الوصايا. أوصى ابنه البكر الحسن، قال له: يا ولدي، ارفق بأسيرك، أعطف عليه وأشفق عليه، أحسن عليه يا ولدي بحقي عليك، أطعمه مما تأكل واسقه مما تشرب، لا تقيد له قدما ولا تغل له يدا، فإن مت اقتص منه بضربة واحدة يا ولدي.
وتابع الوصايا وقال: لا تحرق الرجل بالنار ولا تمثل به، فإني سمعت جدك رسول الله يقول: لا تمثلوا ولو بالكلب العقور، فإن عشت أنا أولى بالعفو عنه، أنا أعرف ماذا أفعل به. أيها الحسن والحسين، أوصيكما يا أبنائي اعملا بتقوى الله ولا تبغيا الدنيا وإن بغتكما، ولا تأسفا منها شيء زوي عنكما، قولا بالحق واعملا للآخر والأجر، كونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. وتابع الأستاذ روجيه وهو يقول: وأنا أملي على هذه الطالبة القليل من هذه الوصايا وهي تبكي وتكفكف دموعها. أحبتي أصدقائي الغاليين، كم جميل أن نرى أشخاص يتوددون لنا ويكفكفون آلامنا بكلمة طيبة ومواقف نبيلة. كم هو عظيم أن نتعلم من هذه الشخصيات المحبة والتواد والتسامح، رغم أننا كثيراً ما نسمع ويجري معنا شخصياً بأننا لن نسامح، ويكون لدينا الحق بعدم المسامحة، لأنها تقطعت أوصال الأرحام وهدمت البيوت إلى الممات وانقضى العمر بهذا الوجع. نتعلم التسامح، نتعلم التواد، نتعلم العظة. صدق الله سبحانه وتعالى عندما قال: العفو عند المقدرة. قال الإمام علي كرم الله وجهه: إخفاء الزهد هو من صفات المؤمن. كم هي جميلة وعميقة هذه العبارة. وقال أيضا: إن ملكت صديقا وفيا ملكت الدنيا بأكملها. كم هو الأمر جميل وعظيم في هذه الأيام أن يكون لدينا صديق وفي محب معطاء لا يطلب سوى التوادد لنا. جميع الأعياد مباركة، أعياد الأنبياء كلها مباركة لنا. عيد مبارك لبلدي الحبيب والغالي سوريا، عيد مبارك لكل الدول العربية ولكل بلدان العالم، عيد مبارك للإنسان العظيم أثمر المحبة والخير والعطاء، السلام والأمان يا رب لشعوب الأرض كلها. بشكر محبتكم، بشكر لطفكم معي وروحكم النبيلة ونقدكم البناء. بتمنى من كل قلبي السلام والأمان والعطاء يضل حواليكم وحوالين يلي بتحبون. بشكركم من كل قلبي.